فريق ما عملش ولا صفقة وموقوف من القيد وخلص ماتش تعادل، وفريق تاني عمل صفقات وجاب مدرب ومعسكر إعداد على أعلى مستوى وكسبان 3-2 بالعافية، وفريق تالت خالص محدش بيتكلم عنه ولا عامل ضجة وفي الآخر يطلع بأفضل نتيجة ممكنة، وده حصاد الدوري المصري للجولة الأولى. خلينا نبدأ بماتش الزمالك والاتحاد السكندري، ماتش جماهيري جميل جدا خلص بنتيجة 0-0 وكل فريق اكتفى بنقطة. مع بداية الماتش الخطورة بدأت من عند الاتحاد السكندري اللي قدر يوصل للجون أكتر من مرة، لكن المهدي سليمان قدر يصد الكورتين منهم كانوا جوان رسمي. بعدها على طول الزمالك دخل الماتش وعمل جمل هجوميه خطيره جدا. بدايه هجمات الزمالك بدات من عند عمر جابر اللي وصل كره جميله جدا لعدي الدباغ اللي قدر يعمل عرضيه متقنه لاحمد فتوح لكنه كان متاخر. بعدها على طول جمله تانية بين احمد شريف وعدي الدباغ وادم كايد اللي يقدر يوصل كره عرضيه بالمقاس لناصر منسي، لكن ناصر منسي طلع الكره من رجله بشكل سيء جدا. واقول لك على حاجه، انا مش هلوم ناصر منسي على الكره دي، واصبر وهقول لك ليه. بعدها على طول كرة توصل لاحمد شريف بره ال 18 لكنه ياخد قرار التسديد ويشوطها بعيد جدا عن الجون. بعدها على طول كرة تانية توصل لاحمد شريف لكن المره دي جوه ال 18 ويشوطها في نفس المكان بالظبط. الكلام اللي بكلمك فيه ده كله في 15 دقيقة بس، يعني الزمالك في ربع ساعة عمل 4 هجمات اخطر من بعض ما قدرش يستغل واحدة منهم. وقبل ما الشوط الاول يخلص عرضية وصلت لناصر منسي، لكن صبحي سليمان يطلع وياخد الكرة قبل ما ناصر منسي ياخد قراره. نيجي للشوط الثاني والكلام يتغير خالص، الخطورة كانت من الاتحاد وده طبعا ليه اكتر من سبب، اهمها الاندفاع الزايد من لعيبه الزمالك اللي كانوا عايزين يخلصوا الماتش باي جون. تاني حاجه الوقوع بدنيا وده ظهر بشكل واضح جدا وهنتكلم عنه برده في الاخر. نرجع لهجمات الاتحاد ويظهر معانا اللاعب ارامولا. اللاعب كان واخد الناحيه اليمين لحسابه وظهر في اكتر من هجمه وكان سابق دفاع الزمالك بكتير. لو فضل مكمل على المستوى ده هيبقى لاعب مؤثر جدا مع الاتحاد الموسم ده، رغم خطوره الاتحاد في الشوط الثاني الا انه ما عرفش برده يخطف جون وفي الاخر الماتش خلص 0-0 وكل فريق اكتفى بنقطه. ازمه الزمالك اكبر من نتيجه الماتش. نيجي بقى للزمالك ومنسي وباقي اللعيبه. وقبل اي كلام لازم تحط في الاعتبار ان الزمالك ما عملش ولا صفقه بسبب ايقاف القيد. بعد ما الدوري الموسم اللي فات خلص الزمالك عارف ان هو عنده مش ايقاف قيد، ده عنده 18 قضيه ايقاف قيد، يعني كده كده مفيش صفقات. فكان لازم وقتها جون ادوارد يتبلغ ان انت ده السكواد اللي معاك وده المدير الفني اللي معاك واشتغل عليه. اللي حصل ان الاداره فضلت مستنيه لحد ما الدوري كان فاضل له شهر واحد والدوري يبدا وخد اغرب قرار انا شفته، رحيل جون ادوارد. القرار ده صعب اتفهمه، ممكن افهمه لو هو اللي طلب يمشي، رواتب، اختلافات مع الاداره، لكن هم اللي مشوه، فانت كده ضيعت وقت كبير جدا من التحضير. فوق كل ده كان فاضل على الدوري شهر ومعتمد جمال مش عارف ان هو اللي ماسك الفريق، يعني ما فيش صفقات، الاداره مش مستقره، ده غير طبعا اللعيبه اللي ما كانتش عايزه تيجي زي عبد الله السعيد وبزيره وشيكو بنزا، شيكو بنزا اللي جاي قبل الدوري بيوم. كل ده طبيعي ان هو ياثر على الحاله الفنيه والبدنيه للفريق. ظهر كده على ناصر منسي واحمد شريف. فاللي انا شايفه ان الفريق لازم يشتغل على القماشه اللي موجوده، بزيره مش موجود مش مشكله، هنشتغل على اللي موجود، ده المتاح، ده اللي قدامك، ده اللي لازم تشتغل عليه. نيجي بقى للاهلي، وبالنسبه لي الاهلي عمل اغرب سيناريو ممكن في الجوله الاولى. اول 25 دقيقه كانوا كارثيه، الاهلي استقبل جونين غير ضربه جزاء كانت عليه وضاعت. وده رجعنا للفيديو اللي انا كنت عامله عن صفقات الاهلي، اللي هو ان الاهلي اهتم بالصفقات الهجوميه لكن ما بصش للناحيه الدفاعيه خالص، واللي حصل في الماتش بيدينا مثال واضح على الكلام اللي انا قلته. لكن نرجع للماتش ونشوف ايه اللي حصل في الاجوان. كلها اخطاء دفاعيه من مروان عطيه وكريم فؤاد وكوكا، واخطائهم كلفت الاهلي جونين في اول 25 دقيقه ده غير ضربه الجزاء. لكن من الناحيه الثانيه لازم نشيد بمحمد بركات مدرب انبي، قدر ان هو يخلي لعيبته يستنوا النص فرصه عشان يجيبوا منها جوان. الجون الاول جه بعد استهتار من كوكا، الكره توصل لعلي ايهاب اللي يستغل الكره ويجيب منها الجون الاول. الجون الثاني جه بعد خطا من كريم فؤاد اللي حاول يعمل باص لمروان عطيه لكنه عملها بشكل غلط، والكره وصلت للعيبه الشرقيه انبي واستغلوا الفرصه ووصلوا الكره لمحمد عصام، واللاعب ما فكرش مرتين وعمل كره ار2 في شباك شوبير وتبقى النتيجه 2-0 قبل ما الشوط الاول يخلص. كره عاليه توصل لمروان عطيه اللي يستلم ويشوط واحده من افضل اهداف الدوري المصري الموسم ده اذا ما كانش افضل هدف في الموسم. لكن مع الشوط الثاني عموته يغير شكل الفريق تماما، عمل تبديلاته وظبط الفريق وخلى الفريق شكله قوي جدا وقدر ان هو ياخد ضربه جزاء من الشرقيه انبي وجابها زيزو. وفي الجون الثالث يظهر قوه تبديلات الاهلي ويظهر ان عموته عنده فكر في التبديلات وفي التحضير اللعب. الجون يبدا من عند كريم الدبيس اللي يوصل كره لبن جديده بعد اشاره من قفشه، ثلاث لعيبه دول كانوا لسه نازلين. كريم الدبيس بعد ما وصل الكره لبن جديده يلعب كعب عالمي لقفشه وقفشه خلص الماتش في اخر الدقايق كعاده الاهلي وتخلص نتيجه الماتش 3-2 للاهلي، والاهلي ياخد اول 3 نقط ليه
في الدوري. نروح بقى لاكتر فريق مستقر في الدوري. بيراميدز لعب ماتش مهم جدا قدام غزل المحله في المحله، وقدر انه ياخد اول 3 نقط ليه في الدوري ب3 اهداف اجمل من بعض. لكن بيراميدز داخله مع مدرب جديد، مدرب فاهم افريقيا وفاهم يعني ايه ماتشات مقفوله، وانا عن نفسي متوقع منه نجاح كبير جدا مع بيراميدز. وهنا الكلام عن مكوينه مدرب سان داونز والوداد قبل كده. خلونا في الماتش نفسه. الراجل مش معتمد على طريقه واحده، لا بل بالعكس، ده معتمد على كذا طريقه: الاستحواذ والعرضيات والمرتدات، واي طريقه تخليه يكسب الماتش هو ممكن يعتمد عليها، وبيغير اسلوبه على حسب شكل الماتش. وعمل كده قدام غزل المحله، اكتر فريق كان قافل خطوطه الموسم اللي فات مع علاء عبد العال. لكن احنا دلوقتي في موسم 26 27 الكلام اتغير جدا مع احمد خطاب. الماتش كان ماشي هجمه من هنا وهجمه من هنا لحد الدقيقه 41. بيراميدز يعمل جمله جميله جدا تبدا من عند محمود صابر اللي وصل الكوره للشيبي، والشيبي يعمل عرضيه لعود الفخوري ويخلص من لمسه واحده. بعد الجون احمد خطاب بدا يفتح خطوطه، عايز يجيب التعادل، وده بالنسبه لي كان من اسوأ قراراته في الماتش. بدل ما كان مستقبل جون بقى مستقبل 3 اجوان، مع ان هجمات المحله كانت منظمه وظهرت بشكل كويس. وكان من ابرز لاعبي المحله كان عبده يحيى كابتن المحله، وكان عمل اكتر من عرضيه كويسه جدا. لكن ده ما كانش كفايه ان يخلي المحله تجيب اجوان، خصوصا في وجود دفاع زي دفاع بيراميدز ووجود احمد الشناوي. بعد ما خلصنا، كل فريق من الثلاثه دول محتاج ايه عشان يقدر ياخد الدوري؟ اولا هنبدا مع الاهلي. الاهلي عنده لعيبه وعنده دك وعنده هجوم، لكن ما عندوش دفاع، واخطاء الدفاعيه واضحه جدا، خصوصا الاخطاء الفرديه، وده لازم يتظبط جدا، لان مش كل ماتش هتقدر ترجع من 2-0 ل 3-2، وماتش زي ده يكلفك بطوله. اما بالنسبه لبيراميدز، الفريق عنده قوام قوي ومدرب عنده خبره افريقيه، وبدا الموسم ب3 نقط ونتيجه مقنعه جدا. لكن هل هيظهر بنفس الشكل مع دخول البطوله الافريقيه؟ لو قدر يعدي المرحله دي بشكل كويس هيكون من اكتر الفرق المرشحه للفوز ببطوله الدوري. ما نقدرش نحكم على بطل الدوري طبعا من اول جوله، لكن قول لنا انت شايف مين ممكن ياخد الدوري؟